اللي ورايا دلوقتي زيت بيغلي وفوقيه جردل فيه اكتر من 5 لتر ميه، فاياك ابدا ابدا لو بتقلي اي حاجه في البيت ترمي الميه على الزيت. يا نهار ابيض، كل لابس نضارته، ده شويه ميه بس. يا نهار ابيض. اياك ترمي صوديوم في قعده حمام وبعد كده تفتح عليه السيفود. 3 2 1. اياك تحضر غاز اسيتيلين جوه برميل زي ده وتوصل فيه كهرباء. يلا نشوف ترايل 1 يا رب ينجح. 3 2 1. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسس ان النتيجة الثالثة هتبقى أقوى من الثانية ولا أقل؟ مش عارف، ممكن تبقى طب صعبة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1. مفيش برميل رابع، مفيش برميل رابع. تعال نروح للتجربة الغبية اللي عندنا، تجربة السيرمايت. السيرمايت ده يا جماعة بقى ايه؟ تفاعل درجة حرارته 1400 درجة. هل بقى درجة الحرارة دي هتكون كافية تسيح كام شيت عندي؟ اللي هيتوقع يا جماعة ويقول في كام شيت هيقدر يسيح من تفاعل السيرمايت اللي احنا هنعمله يكتب لنا في الكومنتات. يا لهوي، لا لا لا، ده انتوا على فكرة كتير والله، ده كتير. يعني انصحكم ان انتوا تخرجوا بره وقت التجربة. اديني شرف الاشعال الاخير. اوبا، يا نهار اسود. اوف 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 اوف، ده نور المكان كله. ايه ده؟ هو لافا، شكله شبه اللافا. يعني جزء مني محبط وجزء مني ده لافا درجة حرارتها 1400 المفروض. انا ورايا دلوقتي 1000 بالونة هيدروجين، والنهارده هنجرب نولع فيهم كلهم مرة واحدة باستخدام صواريخ اعياد الميلاد. يلا تاني. اللي بعده. تاني اللي بعده. خش يا لول. يلا، ده الموضوع ممتع جدا. اوعى تعورني يا لول. هتعورنا يا زعيم. نشن اخويا. بس